دايما بقول من فات قديم وتاه. تعالوا النهاردة بنرجع بوصفة حلوة كده لأيام الزمن الجميل. عندي بصلاية وطماطماية وقرن فلفل وكمان قشر ليمون وعصير ليمون. هضيف لهم توابل بسيطة جدا عبارة عن ملح وفلفل وبهار حلو أو كبابة صيني. نضربهم مع بعض ونركنهم على جنب. جبت بقى هنا عندي فرخة، فتحتها من الظهر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه، وهبدأ ان انا افتح الصدر بتاعها من الداخل بالشكل ده كده علشان تتبل معايا حلو قوي. فتحت كمان الاوراق بالشكل ده كده، ومعايا كمان ورك واحد. هقلبها وافتح تحت الجناحات كده، وهفتح كمان الصدر من تحت الجلد. عايزين نحافظ على الجلد قدر الامكان ما يتقطعش معانا. فتحت الورك كمان، طبعا الفرخة مغسولة ونظيفة ومتنشفة تماما. خلاص كده جهزت عندي التتبيلة معايا بالشكل ده. بالمناسبة يا جماعة كنت عاملة عزومة في مرة، وحد من اللي كان موجود كان فاكرني ان انا حاشية الفرخة لحمة مفرومة اللي هي التتبيلة دي. اوزع بقى التتبيلة كويس قوي على الفراخ وتحت الجلد. هحاول ان انا مخليش اي تتبيلة على الجلد من بره. نقلتها في صينية تدخل الفرن، حطيت على وشها شوية من الزيت، معلقة واحدة بس. الفرن عندي شغال على درجة حرارة. هدخل الصينية على أرضية الفرن لمدة نص ساعة، وبعد كده هرفعها على الشبكة لمدة نص ساعة كمان. يعني الفرخة هتاخد معايا في الفرن ساعة كاملة. هتتحمر معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه لوحدها، ما شغلتلهاش شوايه. وبكده بقى عندنا اسهل والطف واطعم فراخ مشويه. حاجه كده بتفكرنا بايام الزمن الجميل. وكالعاده لو وصلتوا معايا لحد هنا بشكركم جدا. وبفكركم لو بتشوفوني لاول مره ما تنسوش تعملوا متابعه ولايك وشير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد. واشوفكم الفيديو الجاي على خير.